السلام عليكم. أنا ونورس أندريوس من شت آسد إيتوتي خمن هدامة شت آسد إيتوتي ون إديو إيوخ لخا تلاني خا بروجرام شوري لواذ اللي شت آسد إيتوتي أو تني له فولنتير أسيريا يمري له تطوع عاشور أو برنامج إلى قا بنونة أطرن دي لخيانة جودر دي خيجو أتروات غريبوتا أي لخ فرصة قالي قد آثي لخا الأثرة وملبي أو من دي لآني قريلة ين أو مجال دي لآني اختصاص دي يقاوي قد آثي لخا أو دي مشاركة من بنونة ملتن دي لخايا لخا أو برنامج قم ودخوالي قم أربيرخي قم در حخلة فكرة رابا ناشم قدم إلى الويب سايت إتلاني ويب سايت وخمت لقو انستغرام دياني انستغرام تيتوتي انستيتيوت ماسي أوري تاما مالي لخ فورم قد ماسي شركي قدوا بروجرام اديو ايوه قمديثة بغدادة ايوه مناني دكتور يوسف توما او تيلي خيانة ولاية اريزونيا من امريكا هولا اثيا لخا قد يولن محاضرات عن التوعية الصحية وقا الطريقة الصحيحة لاستخدام الادوية وملبلن قا النمط الصحيح للحياة. أول دكتور طبعا إلى بريم بغداد وخيه لقو أريزونا هولا إثيا لخا قمت خشبثة إتلي محاضرات قرابة شوباني يوم قمايا ويدخلقو ماثد بختمه يوم ترى ويدخلقو مديثة نهضرة يوم طلا ويدخلقو بنيثة برور قو ماثد دوري يوم تأربق قمو دخوالقو تري شوباني من شوبا قميثا بدلا قمو دخلقو ماثد دهي إلى ماثد دكتور يوسف إلى أو إلى خمن بنولة ماثد دهي وأرسرت قمو دخوالقو مديثة سرسنج إدي يومه خفية المديثة بغدادة قد أوذخ أو بارت قمايا لخا وبارت ريب هاويقو ديثة كرملش تيلا رابة قربة من بغدادة. هدف ديا أخني كشت آسة إيتوتي قد أن بنونة أمتن تي لخايا قودر قد آثي لخا وتبقي بنونة أطري بارها دخمل بيلي أو من دي تي لقرية قاوة الدكتور يوسف إلي أو متطوع تريت إلى ثاي الأطرة قم دانا اتوالا براتا أو باين إلى من أريزونا ميقرت مريم آين ثيوالا قم يوالا خدورة مايكروسوفت وهل هذا إلى قمل بالن دخي ياله وبناثن أنتيلا براقة هدية من بث صوبة من كليات دخ ماسي أو دي سي في دخ ماسي ما بلخي باوربوينت إكسل وورد آي قمو دخوالا قامت خد خمشي يوماني هل هذا هيجت برخي واشقال لا خسرتيفيكيت ين شهادة قد ماسي مدخلي لا جو سي في دي اي ادي يوما أخني كشت آسة إيتوتي ثاخخ لترى كل أن تيلا خايا قودر قد ماسي مقدمي له برنامج مالي له فورم وماسي آثي الأطرة آثي لخا تبقي ببنونة أمتا قد ملبيلي أن مديانة تيلا آني قريلة هاويتون بس مرابا قا إذاعة أسيريان تيلا أخني مرخلا بلشانة يما إلى العراقية السريانية بس مرابا قديت بقتا وبس مرابا حضرتوخن إديو منن قوم ديثة بغدادة قد مغزيتون أول شولتي لبلاخليش تأستي توتي هر هذا خاوي بس مرابا كنيسة مار بولس قم يوالا آها برخة ودار مار بولس قم يويلن آها قاعة قد ماسخ إديو بوضخ بيدي هذا محاضرة بس مرابرة.
شلام اللوخون أنا شميلة يوسف توما إديو يوم بياذن أن محاضرات أخق وأثرى قبنونة ملتن قد مهيرالة بهويلة توعية بشرابة بهاس الدرمنانة ودخ شغلي درمنانة ومو تخم الدرمنانة إيثن متواجد يعني صيدليات لها. السبب الرئيسي وهدف دي ونيشن دي إلي قد هويلة بشتخمنتم برمي أنا تخم الدرمنانة ودخي تكلفة إديو يوم بياشلة عائق كبير تبنونة ملتن يعني دخي يتجاوزون هذه التكلفة للأدوية. السبب الرئيسي تقام شوقي بيش المتطوع تطوع عاشور إلى خدمة بني ملتن يعني خشاون إدي يوما بني ملتن سنيقة لقد آثي أن ناشا تيلا دول أجنبية دول تيلا أمرغ دول غربية تيلا مطي خمستوى تعليمي أكاديمي قد آثي وهر ياوي فرصة قبنونة ملتن قد ليبي بهاس دو اختصاص المجال اللي تيلا آني قاود داو قد أنا بنونة ملتن سنيقة لقاهت خمندي سبب إديو يوم غزاي خرابة فاجعات رابا أضرار وارا بريشة بنونة ملتن بخشوتي إن شقلن خدشي من دانا ديان وثيلن إديو يوم أخا وتبقلن بها وماسخ مقوي يخلى كبرسوبة كبرناشة بش بيشي قوية وخريسة بيا ومهيرخ لخ هيرتت ماسخ أخني برسوبة إيث ماسخ ودخلة أو من دي رئيسي السبب الرئيسي خمشاوق لي آثن ويعني قطنية مسافة من أمريكا هلاخ دي يوما إلى خدمة بني ملتن يعني بخشوتي إنه لث بش سباي خمديت ماصن أذن قد قبنونة ملتي تيلا بياشة ديقو أثرت عراق أخا بش من ما آثن أنا وتبقن بيها ومشاركنا أومدي تنبيش اللي قو مدراسي قو قرياني سبب ليلة بس المنفعة الشخصية طالي أنا وإنما المنفعة كل برناشة ماصن أنا مهيرنا متخري أن من ديانة النقاية إلى لازم ضروري قد آثن ومشاركن منها ومهيرنا كمت ماصن أنا واجب إلى طالي بخشوتي الخدمة إلى خمندي قورة أنا هدف ديقو حياتي المهنية فإذا كانت خدمة دي أنا متوجهة أكثر قبني ملتي إلى بش خاذوثة طالي أنا برسو بايف كمان بخشاوة يعني بطلابة من كل بني ملتن تيلقوا خارج تيلقوا أثروات كندا وأمريكا وأستراليا قد ديري أخا ومهيري أنا بنونة ملتن سنيقة لقد خزيلا يعني مستقبليا بخشوتي انه اذ برامج اكثر توعيه هاوى قبني ملتن لا بس بمجال الطبي وانما هاوي مجالات ثانويه اخرى ملبيله بني ملتن دخي هاوي اني ناصح شخصي قد جاني داني قدوه اثرت تلا خايه قاود داو اديو يوما ودخي مقويله سبب صدمات تلا اثي الليني الى رابه وفاجعات اديو يوما كلن تخرق فاجعه بغداده يعني بخشوتي انه سنيقة للدوا مندي فإن أنا ماصن آثن إدي يوم ديرن وتبقن بيها ولو لفترة زمنية بسيطة خشن مهير على الرابط يوم قامت مطيوالي بشلوي ذا وعرض قوم ذيثة بختمة برهادخ بشلوي ذا قوم ذيثة نهضرة يندهك برهادخ سقوالا البرور قو ماث الدورة ودروالا قو ماثي أنا ماث بابا واثي قو دهه ودرثت يوم أيوة قو سرسنج وإدو يوما يون بصيخة وخذية بصراحة آخر قو بغدادة وبخيلة ألاخة شيخينا آزخ الكرملش وتبقى بناشة كرملش وهاد خبارق عروض ديان أمرنا إلى خمندي يولخ انفيلخ دي يوما ودرخ ولا تخمنت بأي مندي سبب منظمة إيتوتي سبب نونة مثواثة مخد يوما بغدادة قم مستقبليلا يعني برحاب الصدر مخ أمرخ ومتويلة إقارة طالا ومندي شكرخ له سبب إن بشنا بيواذا أو مندي طلب منكم تأثوتون مهيروتون كمت مصيتون مت مجالة هاوي إلى منفعة شخصية طالخ أبآت سبب
بتخاذت بتبسخت انه مصايد مهيرت ولو نسبه قليله، حتى ولو كانت يعني خاقو امه بياوت قبنونه ملته بخشوتي الى رابا مهير انت بس بين شكرن نوخن كلوخن شكرن كل ان مثواثه في شقاوه داني خابخات لما تخرت الشمانه كل اللجنات انا بليخه منها وتيلا مهير اللي قد اذن او عرض تقديمي وشكرا منظمه ايتوتي تقام يوالي ايه فرصه اثن ادي يوما وتبقن بني ملتي هو تبسيمه. الثانويه بحياتنا نعيشها تفرض علينا انه ما نشوف الطبيب ونروح مباشره للصيدله ناخذ الدواء، بس اذا زادت المعرفه اعتقد شوي راح نقلل من هذه السلوك اللي نسويه. الادويه بدون وصفه طبيه راح ابدي من عندها، هاي الادويه متاحه باي صيدليه، اقدر ادخل الصيدليه اليوم واطلب هذا الدواء. هذه الادويه تكون لامراض طفيفه، يعني مثلا اذا عندي سعال او عندي مثلا نقول قحه او حراره اقدر اروح واطلب هذا الدواء. اما بالجهه الاخرى عندنا الادويه الموصوفه هذه يجب ولازم، وانا انصحكم يعني كابنكم كاخوكم كصديقكم دائما رجاء شوفوا طبيب قبل ما نروح ونطلب الدواء، حتى ولو انا صار لي سنه سنتين 3 سنين دا اخذ هذا الدواء لازم يكون عندنا متابعه اساسيه ويا الطبيب، لان احتمال انا اصلا ما احتاج هذا الدواء بعد. فالادويه الموصوفه هذه نستعملها اكثر كامراض مزمنه، ارتفاع ضغط الدم، سكري، والمشكله الكبيره اليوم العالم كلها يواجهها هي الالتهابات. عندنا مثلا المضادات الحيويه، كثير من عندنا يعني يصير عنده، وراح اتطرق لهذا الموضوع بصوره اكثر، يصير عنده التهابات او يصير عنده انفلونزا نقولها، اول شيء يسويه يروح ياخذ مضاد حيوي يوم يومين يحس انه تمام يوقفه والحياه تستمر، وهذا الشيء هو بيسبب لنا مضره لجسدنا اكثر من ما هو منفعه. فراح نتطرق لهذا الموضوع بعد ما نتكلم اكثر بسوء استخدام الادويه. هسه عرفنا انه عندنا ادويه موصوفه وادويه بدون وصفه طبيه. هذول الادويه اثنيناتهم هذول النوعين الفئتين تتجزا الى فئتين اخرى، يعني اذا احنا بعدنا نباوع على الادويه فقط. هذول الادويه تكون ادويه تجاريه وادويه جنيسه يسمونها او generic medications، وعندنا brand name medications. الادويه التجاريه والجنيسه كل ما زاد معرفتنا بخصوص هذا الشيء يمكن انه يساعدنا. طيب انا هسه عرفت شنو الفرق بيناتهم، وعرفت انهم اثنيناتهم نفس الشيء تقريبا. شنو المنفعه؟ المنفعه اللي مثل ما ذكرت الدواء الجنيسي هو وايد ارخص من الدواء التجاري. اختلافات التكليف هذا اول شيء، لان الادويه التجاريه مثل ما ذكرت تتطلب سنين يعني لحد ما يستنتجون هذا الدواء، لحد ما يحطون جهد باستنتاجات ودراساتهم وبحوثاتهم على مود يكون عندهم ربح مادي من عندهم. مرحبا، أنا أشواق سالم من بغدادة، أنا متطوعة في مؤسسة إيتوتي. اليوم إحنا مشاركين في الورشة الطبية مع الدكتور يوسف. هاي الورشة أكيد تساعدنا على التقليل من أخطاء استخدام الأدوية، وتساعدنا شلون نعرف شلون نستخدم الأدوية. زادت عندنا الخبرة الطبية بهذا المجال. أكيد إحنا مشاركين بدورات سابقة، وإيتوتي دائما متجددة بدوراتها. كنا مشاركين بورشات ضمن القيادة، وأكيد عندنا ورشات الأيام الجاية مثلا بأيام الكريسماس يكون عندنا ورشات، وبصورة عامة دائما هي متجددة.